أخيرا بدأت تتحل. تعديلات الإيجار القديم اللي شاغلة بال ملايين الملاك والمستأجرين في 2026 بعد سنين من الانتظار والجدل. ملامح التغيير في ملف الإيجار القديم بقت واقع بنعيشه دلوقتي. القانون مبقاش واقف مكانه، وفي قرارات وتعديلات بدأت تتطبق فعلا عشان تنهي صراع السنين ده بالعدل. تعالوا نعرف الخلاصة ببساطة. تفاصيل المدد والزيادات اللي لازم تعرفها. أول حاجة زيادة الأماكن التجارية والاعتبارية، دي أول فئة اتطبق عليها القانون بوضوح. الإيجار زاد فيها 5 أمثال مرة واحدة، وبعدها بيزيد 15% كل سنة، والهدف إن العلاقة دي تنتهي تماما والمالك يستلم مكانه خلال مهلة 5 سنين اللي حددها القانون. تاني حاجة شرائح الزيادة للسكان حسب سنة الإنشاء. التعديلات الجديدة في 2026 قسمت العقارات لشرايح. البيوت اللي اتبنت قبل سنة 1970 ليها نسبة زيادة غير اللي اتبنت في الثمانينات. الزيادة بتبدأ من 10 أمثال القيمة الحالية كحد أدنى، بتتدرج سنويا عشان نوصل لأجر المثل خلال فترة انتقالية بتتراوح من 5 ل7 سنين. تالت حاجة تقسيم المناطق ألف وب وج. الزيادة كمان مرتبطة بمكان الشقة، يعني المنطقة ألف زي الزمالك وجاردن سيتي والقاهرة الجديدة ليها حد أدنى للإيجار بيختلف عن المنطقة ب المتوسطة أو المناطق ج الشعبية. ما بقاش الإيجار شقة في وسط البلد 5 جنيه والمالك مش عارف يستفيد منها. رابع حاجة مدة إخلاء الشقق المغلقة. لو ثبت بالدليل زي استهلاك الكهرباء والمياه الصفر إن الشقة مقفولة والمستأجر ملوش حاجة فيها، القانون بيدي مهلة قصيرة جدا بتوصل ل6 شهور لتسليم الشقة للمالك، لأن السكن حق لمن يحتاج مش مخزن للقفل. معلومة مهمة، حكم المحكمة الدستورية هو ده اللي قلب الموازين. المحكمة حكمت بشكل نهائي وبات إن تثبيت الإيجار للأبد هو شيء غير دستوري وبيعتبر اعتداء على حق الملكية. الحكم ده هو اللي أجبر البرلمان إنه يتحرك ويحط قوانين والزيادات والمدد اللي بنشرحها دي عشان يوازن الكفة ويحقق العدل بين الطرفين. صندوق تكافل الإيجار ده بقى الأمل للمستأجرين اللي حالتهم صعبة. الدولة حددت إن أي مستأجر دخله أقل من حد معين، الصندوق ده هيشيل عنه جزء من فرق الزيادة الجديدة علشان يفضل في بيته والمالك برضه ياخد حقه كامل من الصندوق. نصيحتي النهاردة، لو انت طرف في عقد إيجار قديم لازم تعرف سنة رخصة العقار بتاعتك وتصنيفه في منطقتك، لأن ده اللي هيحدد انت في أي شريحة زيادة، هل قدامك 5 ولا 7 سنين لحد ما العلاقة تتحرر تماما. الفهم الصح هو اللي هيحميك من أي استغلال أو خناقات ملهاش لازمة. المرة الجاية هنرجع للقانون الجديد ونعرف امتى المالك يقدر يطرد المستأجر فورا لو خالف شروط العقد. شايفين ان تقسيم المناطق والزيادات التدريجية دي هي أنسب حل للمشكلة؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات. لو انتوا على اليوتيوب ما تنسوش سبسكرايب وفعلوا زر الجرس، ولو انتوا على التيك توك ما تنسوش الريبوست والفولو، ولو انتوا على الفيسبوك ما تنسوش الفولو واللايك. اشوفكم الحلقة الجاية.